السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بالإخوان والأخوات، أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، الصحة ديالكم جيدة. أتمنى أنكم تتبعونا وتتبعوا هذا الفيديو من الأول حتى الأخير، وأنكم ما تنسوناش من لي لايك ديالكم والبارطاج لهذا الفيديو، وكلنا كلمة الحق. وما تنسوش تخليو لنا تعليقاتكم باش نتحاوروا فيها إن شاء الله، ونشوفوا الرأي ديالكم، أنتم أحرار في رأيكم إخواني أخواتي. إذا كاين جوج ديال المحاور اللي غنتكلموا فيها، اللي كنت سوف غادي نعالجها في لايف. مي لايفات الإخوان ما كيطلعوش الإشعارات، ما تيوصلوش للناس. هذا هو المشكل، ماشي هذا بالنسبة لي انتصار على كل من أنني حاربتهم، وأنني وصلت فيهم الكلمة الحق، وأنني فرشتهم وبينتهم الوجه الحقيقي ديالهم. هذا هو الحرب ديال السوشيال ميديا، الحرب الباردة. أما أنا درت لكم الوجه في الوجه، ما كنضربش في الظهر، وما عمري نكون أنني كنضرب في الإنسان في الظهر، ولو في الخاص ما كنضربش في الظهر. والناس أو القنوات أو كل من كيتكلم في تاج عارف بأن عمره ما دوا مع تاج في شي كلمة ولقاها في ودن شي واحد آخر أو واحدة أخرى. إذا إخواني أخواتي، كيف قلت لكم هذا انتصار ليا، كتحاربوني في القناة، انتصار ليا، والله لا انتصار ليا، وربحتكم ووكلت عليكم رب العالمين، ولا يهمني، لأنني كنقول كلمة الحق. ومني كنشوف شي حد مظلوم أو شي وحدة مظلومة راه كنطلع وكنتكلم. إذا غادي نبداو بالمحور الأول اللي هو محور طاطا بادعة. طاطا بادعة اللي كنسمعوها إخواني أخواتي بأنها أو سمعت بأنه تنعت بأنها تقوم بالإحسان يعني العمومي وبدون صفة وبدون ترخيص. إذا هنا غنتكلموا أول حاجة من ناحية القانونية. إذا صغيوا ليا وعطوني الودينات ديالكم إخواني أخواتي، وحنا هنا غنعالجوا الموضوع. إذا بغيتكم في التعاليق تخليوا ليا أن كل من كيشوف بأن طاطا بادعة كدير الإحسان العمومي أو ما كديرش الإحسان العمومي، غادي تخليوها لي في التعاليق وغادي نشوف الرأي ديالكم، لأن أنا عندي رأي وأنتم يقدر يكون عندكم رأي آخر، ولكن الحقيقة والدلائل ديما كنقولوا البرهان سيد الأدلة. إذا إلا بغينا بأننا نتهموا طاطا بادعة بالإحسان العمومي أو نتهموا شخص آخر بالإحسان العمومي بدون صفة أو بدون ترخيص، الإحسان العمومي أول حاجة هو أنك تكون ما عندكش جمعية لا تحمل صفة، وأنك كتجي وكتطلع عبر السوشيال ميديا وكدير واحد الحملة لجمع التبرعات من أجل المساعدة. إذا هنا طاطا بادعة ما كتجمعش التبرعات، ما كتجمعش الفلوس، وما حطاش شي كونت بونكير كيصيفطوا ليها فيها الفلوس. وطاطا بادعة إلا كانت شي وحدة سردت لشي مسكين أو مسكينة ربما شافتهم في قناة طاطا بادعة أو كيكون مع طاطا بادعة، فهي هذيك الأمانة كتوصل لصاحب الشأن أو صاحبة الشأن ديريكت. وهنا في هذا الشق اللي كل الاتهامات مليوحة بأنها على طاطا بادعة وعلى دريس بأنهم كيديروا الإحسان العمومي. دريس في الإحسان العمومي حنا هنا المقصودة هي طاطا بادعة. طاطا بادعة عارفين بأن مادام أنها في السوشيال ميديا ومادام أنها قناة كبيرة وعندها ناس كيحبوها وكيتيقوا فيها، رغم أنهم واخا تعالج الموضوع كما عالجت الشيء اللي كيبغي طاطا بادعة، راه كيبغيها واخا تسب، واخا تعاير، واخا تقول كلمة زوينة، واخا تقول لك شنو ما قالش، عندها ناس فئة كتحبها. هذاك هو يعني حب المتتبع. وملي كتجي تقول يعني عندها متتبعين، فهادوك هما اللي تكلمت عليهم قبيلات في اللايف. اذا هنا طاطا بادعة كدير بعض المساعدات
ما هي الحوايج؟ ليس بالحوايج، والحوايج ماشي تا جداد، يعني الحوايج اللي عند الناس ديجا مستعمله. يعني كيفاش حنا هذا الشق هذا اللي هو واحد العمل يسمى خيري، واحد العمل اللي يسمى انساني، هو انك تخرج وتدور وتلقى الشماكريه، الله يعفو على الجميع، او تلقى مساكن هادوك اللي يعني في الزنقه، وتجي وتلقاه كاين اللي كتلقاه زبط، حيت حنا راه كنخرجوا فيهم عدد مساكن، وكاين اللي عندهم امراض يعني عقليه ما عارفش راسو واش لابس واش ما لابسش. هذوك هما اللي كتخرج، او داك الفئه اللي كتخرج اللي عندهم طاقه بادعه، وكتعطيهم داك الحوايج المستعمله اللي ديجا لانه ديجا ان طاقه بادعه انها عندها صديقات ديالها، وهاد الحوايج راه من الصديقات ديالها، يعني ماشي من الناس ما كتعرفهمش، يعني ما جايينهاش مشي بلاصه اللي ما كايناش، من اصدقاء صديقات تفاهموا مع الصديقه ديالهم اللي هي طاقه بادعه، قالوا ليها غادي نبقاو نصيفطوا لك واحد الحويجات مستعملين داكشي اللي عندنا وكذا والى غير ذلك، صدقيه في سبيل الله. وهي مشات استهدفت داك الناس اللي فعلا انهم راه البرد وربما تلقاه وكنخرجوا فيه بصفات ما مسكين، وحنا لابسين الجاكيطه وغاديين والبرد جاينا. هادو هما اللي كيلبسوا وكيستافدوا من المعاونه او المساعده ديال طاقه بادعه والصديقات ديالها، لانه فوقاش يمكن لكم تثبتوا الاحسان العمومي، فوقاش انا تنقولها لكم، فوقاش يمكن لكم تثبتوا الاحسان العمومي؟ هي منين تطلع طاقه بادعه في القناه ديالها وتحط الرقم ديالها وتحط الكونط ديالها، عرفتي داك ملي كتجي وكتيبانكلي الرقم وكتيبانكلي الكونط، هو اهم شيء هو الكونط، الرقم لا شيء هادي، مي الكونط بونكير، حيت عليه كيتبنى الاحسان العمومي، وكيكون واحد الدليل قاطع على انه باش نتهموا هذه الانسانه، او مي حاليا راه ما كاين لا احسان عمومي ولا هم يحزنون. طاقه بادعه كتقوم بعمل انساني مع الانسان ومع القطوط المشاش. اذا دابا سؤال مطروح كيبقى كيقول لك المثل الشعبي عاند وما تحسدش، المثل الشعبي كيقول لك عاند وما تحسدش. اذا الانسان ملي غنجي وغنوض او اننا نقدروا نرميو اتهامات على بحال هاد الانسانه اللي تكفلت عناء هذا العمل الانساني والعمل الخيري من اجل، اذا راه ماشي الا جيت انا نقول طاقه بادعه كديري الاحسان ونحارب طاقه بادعه وندير، اذا راه ما كنحاربش طاقه بادعه، راه كنحارب واحد الناس مساكن في الزنقه، واحد مساكن الناس اللي ربما اللي كاينين اللي عندهم امراض، يعني كيخرجوا من ديورهم ما كيعرفوش يرجعوا، ما كيعرفوا كذا، كيبقاو في الزنقه، كاينين متشردين مساكن في الزنقه. اذا نتوما تتحاربوا هذوك الناس انه او من كاين عاد طاقه بادعه بالاحسان العمومي، راه كنقول لك ان الانسان خاص يتأنى، لان كاينين الناس كيستافدوا من مرتطى بادعه مساكن وكيلبسوا وكيتغطاو، رغم انه كل شيء باذن الله السميع العليم، ولكن رب العالمين راه لن يرضى انه يشوف واحد الانسان وهي واحد العبده ديالو كتقوم بواحد العمل الخيري، وواحد اخرين كيشوفوهم كيوقفوا في طريق هذا العمل الخيري. اذا هنا غنرجع لكم وغنقول لكم اللي هو احسان عمومي فعلا بجمعيه خامده ديال الكسول، لا كطلعوا وبنادم يقول لك كذا وعلاش كتقولوا علاش، وهذه اللي غير جويكطات وسريولات وصبيبطات للناس يتغطاو من البرد مساكن اللي في الزنقه، علاش وعلاش وعلاش. اذا الا بينت المعنى هنا فلا داعي للتكرار، لان ما يهمنا هو ان الناس تفهم الفرق ما بين العمل الانساني او العمل الخيري او الاحسان العمومي بدون صفه وبدون ترخيص، لان الاحسان العمومي راه عنده شروط. واش انا كنعرف واحد صديق جوج الاصدقاء وقال لك غنصيفطوا لك حويجات قدام نبقاو نصيفطوهم لك، تكلفوا نشريوهم زعما من الخورده ولا نديروا لهم نبقاو نصيفطوهم لك، وانت في سبيل الله هذا العمل وعطي للناس، غنسميوه احسان عمومي؟ والاحسان العمومي الشرط الوحيد ديالو هو انها طاقه بادعه تحط الكونط ديالها البونكير. ملي تحط الكونط البونكير ما كيتسماش غير احسان عمومي، يسمى نصب واحتيال بالعمل الخيري والمساعده الخيريه. هي ما دارتش هذا الشيء. اذا هنا هذه الحقيقه وهذا هو كلام المعقول. اذا لا داعي باننا نبقاو كنتكلموا.
المهم ندوزو المحور الثاني باش ما نطولوش عليكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم اخواني اخواتي في هذا الفيديو. غادي ندوزو للموضوع والعلاقه ما بين جراندو وما بين الكسول، لانني باش نشوف كالكسول طالع وكترغب وطالع وكتزكي واحد اللي كيقول لك بان حتى الملكيه والاسره الملكيه خاصهم يتبدلوا ويتحيدوا. اذا هنا فين غنقول لك فين هو هذا الحب الوطنيه والملكيه وديما شعارنا الله الوطن الملك؟ فين هذا الشيء؟ فين؟ كيفاش؟ وريوني. كتقول بالفم ديالك. كاين مقاطع انا عارفينكم القناه. المهم لسان مظلوم راه مزكيها في سبيل الله، اللي بغى يشوف المقاطع غيمشي عند لسان مظلوم غيشوفهم، وداك المقاطع حتى هما راهم كاينين ومسجلين عندنا. لانك انت كتقول وريوني فين جراندو انه طلع وتكلم او نعت الملك او نعت الملكيه او تكلم. جراندو ما خلى حتى واحد، ما خلى لا في مسؤولين، ما خلى لا في قاده، ما خلى لا في اسره ملكيه الشريفه العفيفه، ما خلى في سيدنا نصر الله يطول في عمره ويشافيه رب العالمين، اللي مسكين مازال صامد ومتشبت بالحياه باش انه البلاد تكون في الاوج العطاء ديالها وباش الشعب ديالو يكون مرتاح وفي امن وامان واستقرار. الله يطول في عمرك يا ملكنا الحبيب. وتحيه لجميع المؤسسات، تحيه للمؤسسه القضائيه والمؤسسه الامنيه في البلاد ديالنا. اذا دابا انت هنا كيبقى لك سؤال مطروح. دابا حنا كنولينا كنطرحوا عليك السؤال. حنا كنا كنتكلموا في حوايج اخرين، ولكن منين نسمع انا بحال هكا راه ما يمكنش. دابا هنا كيبقى السؤال مطروح. انت قول لنا ما العلاقه ديالك مع جراندو؟ كيفاش كنتو طابخينها وليتو في الاخير حتى رجعتي انك انت كتزكي جراندو؟ اللي كاين مقاطع كيقول لك الاسره الملكيه والعائله الملكيه خصها ما تبقاش في المغرب، وكاين هما المقاطع حطهم لسان مظلوم. اذا شنو هذا الشيء هذا؟ اذا شنو؟ اذا بالعكس راه بديتي كتطبق واحد الشرط من الشروط ديالك اللي قلتي انني منين فليت وجيت لهنا غنبقى نعطيكم. اذا انت ما بانليش. انت دابا شوف العامل كتحط يدك مع اعداء الوطن. كيفاش واحد كيتكلم على الاسره الملكيه ديالي وعلى ملكي اللي دمي وعيني وكلوتي وقلبي فداء للملك والاسره الملكيه، كيفاش تجي وتزكي ليا واحد كيضرب لنا في رموز مقدسه في البلاد ديالنا؟ كيفاش؟ علاش غتطلع وغتمرر هاد الرسائل وتمرر هاد الميساجات؟ هذا السؤال كيبقى مطروح عندك. يلا قلتي بانه وريوني بان جراندو كيضرب في دخل عند لسان مظلوم شوف المقاطع، حمر عينك في المقاطع. اذا قول لنا انت دابا كيفاش طرتك. قول لنا كيفاش طرتك. اذا انت عندك مشكل خصك تشبت بالمشكل ديالك. المشكل ديالك ماشي تلاح لاعداء الوطن ودير معاهم اليد. والكونفرساسيون اللي بانت واللي تلمحت بانها فيها شي فيديوهات او شي مقاطع اباحيه في الكونفرساسيون ما بيناتكم. هذا السؤال كيبقى مطروح عندك. اذا دابا انت امرك ولا حاليا كيبان لينا واضح وباين. اذا انت شنو يعني بغا يقول شنو وصلتي؟ انا ما فهمت. هو انني انا كنت كنتقاتل على البلاد، كنت كندير، كنت كنموت، كنحب الشعار، كنحب كذا، داروا لي، فعلوا لي، حقروني، تركوا لي. دابا بغيت غير نفهم. هذا السؤال كيبقى مطروح. هذا انا تنقولوا ليك غير باش انت تدخل وتاكسبتي هذا الشيء. راه القانون فوق الجميع. راه وزير الا غلط يتعاقب. راه بنادم عامل او طالب معاشو لا غلط راه يتعاقب. القانون فوق الجميع وسير الجميع. واش انت طلعتي جوج طلعات درتي او دخلتي او هزيتي الرايه، خصك انك دير ما بغيتي. دخل سب هاد العائلات، دخل ما بين المراه وراجلها شتتهم، دخل ما بين كذا،
دير الفتنه، نوض قربانه. الناس منين يبغيو ياخذوا الحق ديالهم منك، لا لا، انا وطني ملكي، انا هزيت الرايه، انا كندير الخير، انا شريف، والقانون فوق الجميع. وراه كيديروا فين تبنت، ولكن الا غلطوا هذا قانون، هذا دستور، هذا قانون يسري على الجميع. وما يمكنش واش انت دعي الناس وتاخذ منهم حقك، والناس ملي تبغي تاخذ الحق ديالها منك، غيولي القضاء ما مزيانش، غيولي الوكيل ما مزيانش، غيولي القاضي قمعني، غيولي البوليس علاش يستدعيوني. من انت صاحبي؟ راه ملي كنا كنوصلوا لك رساله وكنقولوا لك اسمع الكلام اللي يبكيك، ما تسمعش اللي كيضحكوك، اللي كيقول لك برافو برافو برافو. هيا برافو وصلت حتى لجراندو منين سمعنا مقاطع ديالو ولي 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 مصيبه. وكيفاش انت كتزكي هذا؟ وفين هذا؟ انا كنموت على ملكي وكنموت على وطني. ايوا صافي خوتي العزاز، تهلاو ليا في راسكم، الله يرحم لكم الوالدين. الى ما ديروا اللايكات وخليوا لي تعليقاتكم وقولوا لي واش انا على صواب، واش انا بعقلي، واش انا هبيل فقط. يا اللي كتقولوا كلنا الكسول، واش شريفه اللي كتقولي كلنا الكسول، والكسول كيقول لك وكيدافع على جراندو وكيقول لك وريني فين عمرو تكلم على الرموز البلاد. ويلي ومنين سمعنا المقاطع عند لسان المظلوم، وكا وليدي شمنك يا السبان وشمنك يا والله ما خطا كتبردوا على قلبكم. أسرة الملكية ما مسوقاش لكم، وعاش الملك، الله الوطن الملك، والله يبارك في عمر سيدي. فهمتي؟ غتبقاو بداك النقطة تتموتوا بداك النقطة. وبغيت غير نبين أنه اللي كيجيو كينعتونا حنا اللي كندخلو نتحيو تحفة أو ندخلو نقولو تحياتي لتحفة ونتحسبوا بأننا عصابات، مجرد ما أننا قنوات. الأخ تحفة كيتناول شي موضوع كيعجبنا كندخلو طقطق تحياتي، هذا موضوع كذا كذا. دابا حنا بغينا نعرفوا واش تحفة كيزكي كلام أعداء الوطن واللي كيضربوا في الملكية وفي الوطنية، اللي كيضربوا في الأسرة الملكية الشريفة. وإذا شكون اللي خاصنا نقولوا عصابات في هاد السوشيال ميديا؟ يلا، وكلنا الكسول. والكسول قال لكم تحية، قال لكم الجراندو، وجراندو قال لكم بأنه كاين وعاود تواصل معاه وكيتواصل معاه، وقال لكم بأنه وريوه فين عمرو هو سب أو تكلم على الملكية. إيوا سيروا كلنا الكسول عند لسان مظلوم وانتم تعرفوا كلش. صافي يلا، وباش نعرفوا باش تطلعوا تقع علينا وتنعتونا بالعصابة والعصابة. المهم نعرفوا تبان شكون هما العصابات بصح. هما حنا عاش الملك حتى الموت ابا عن جد، ووليداتنا وليداتنا وغتبقى موروثه. والملكيه ما غتحيدش من هذه البلاد لان بغاها الله سبحانه وتعالى، وقال لنا اطيعوا اولي الامر منكم ونحن طائعين. والله يبارك في عمر سيدي، والسلام عليكم.